الإمام الشافعي بيقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي. الفرص بتيجي من الحركة، ده حرفيا أكبر وأهم درس أنا اتعلمته لغاية دلوقتي. أنا حتى ما أقدرش أقول اتعلمته عشان أنا فعليا لسه بتعلم فيه. وده بالظبط ازاي قدرت اشتغل من اولى جامعه، والحقيقه ان هو مش من اولى جامعه اصلا، ده من قبلها كمان، حتى من بعد ثالثه ثانوي على طول وانا بدات شغل. ما اقدرش اقول ان انا كنت السبب او مجهودي بس، لكن الحقيقه هو كان في البدايه خالص توفيق من ربنا. في اواخر ثالثه اعدادي، واللي هو من حوالي 5 سنين من دلوقتي، اخويا عرفني على فوتوشوب، البرنامج بقى اللي انت ممكن تعدل عليه صور وتعمل حاجات جامده في الصوره. برنامج بيعمل حاجات كتير جدا، ومن وقتها وانا غرقت في العالم ده. اطلع من الديزاين ادخل في الفيكتور ارت، بعدها اعرف البراندنج واقرا عنه واعرف يعني ايه، واعرف الستريتور، وبعدين ادخل في دنيا تانية خالص، الكاميرات والتصوير والفيديو بقى والفيديو اديتنج وادوبي بريمير ودنيا تانية خالص. ومن هنا بقى، ومن وقت ما اصلا بدات اتعلم في الحاجات دي، وانا بقيت مهتم فعليا اعرف كل حاجه عنهم، لدرجه ان ال3 سنين دول انا ما كنتش الشخص الاجتماعي اللي بيخرج من البيت. حتى انا كنت قايم صاحي نايم عليهم، كان بالنسبه لي حاجه انا بحب اعملها، فتعلمت كتير. ومن هنا بقى اتشكلت عندي المهاره او معرفه كويسه الى حد ما، حاجه اعرف اسميها مهاره في الجزء ده، او انا بقيت بعرف اعمل حاجه. بس لغايه ساعتها حتى انا ما كنتش عارف اسمي نفسي انا بعرف اعمل ايه حرفيا. يعني انا ممكن ارسمك، ممكن اعملك فيكتور ارت على فوتوشوب، ممكن اعملك ديزاين لاي حاجه انت تحبها، ممكن اعملك سوشيال ميديا ديزاين. بس انا ما كنتش اعرف اسامي وقتها، انا بعرف بس مش عارف بعرف اعمل ايه. فكنت تايه برضو، اللي هو انا بعرف اعمل حاجات بس مش عارف ايه هم. وهنا بقى جه اخويا، يعني فكره قويه جدا ولسه مكمله لغايه دلوقتي، وعلى اساسها تبان حاجات كتير، وهي ان هنبدا شغل على الشركه بتاعتنا، وهي لبك.com لو انت ما تعرفهاش لغايه دلوقتي. يعني محمود احتاجني وقتها عشان نصور المنتجات ونعمل فيديوز والديزاينز ونشوف ازاي هنشتغل عليهم. ومن هنا بقى كانت البدايه. رحت معاه بقى وبدات وحطينا بلان وبدانا نصور وعملنا ديزاينز وعملنا شغل وطلعنا في فيديوز، وفي الاخر النتائج دي شافها باشمهندس عبده، فعجبه جدا وقال لي جمله بصراحه يعني عمري ما انساها وعمري ما نسيتها لغايه دلوقتي. قال لي: انا اشتغلت مع شركات كتير وشفت شغل كتير من النوع ده، بس ما شفتش حد بيعمل الشغل اللي انت عملته. بصراحه انا كشخص لسه طالع من ثانويه عامه، شخص انسكيور اصلا ما يعرفش هو بيعمل ايه ولا شغال ايه، انا ما كنتش عارف ارد. باشمهندس عبده بصراحه من الناس اللي علمني كتير جدا جدا جدا. المهم ان من وقتها بقى بدات الدنيا، قال لي خلينا نشتغل مع بعض، والحمد لله يعني من وقتها لغايه دلوقتي اتعلمت حاجات كتير جدا، ووصلنا لجزء كبير جدا وكويس جدا لو بصينا لنقطه الصفر، وهنا فحرفيا من الارض للسماء. فلغايه بقى ما وصلنا لغايه النهارده، والوقت ده الوقت اللي انا فيه بسيب الشغل. هقول لك ليه بس في الاخر بقى. زي ما انت عارف انا في كليه حاسبات، وان اشتغل كجرافيك ديزاينر ده شيء بعيد شويه عن اللي انا بتعلمه في الكليه. سلام. بما اننا طالعين على السلم فجبت كشري تحرير we are eating كشري tonight. انا قلت نكمل في مكان اهدى شويه. المهم ان شخص طبيعي هيقول: طب ما تشتغل في حاجه ليها علاقه بمجالك، تشتغل في مجالك اكتر، على الاقل ده هيديك خبره اكتر وهيتقل خبرتك في مجالك، ومش هتبقى حديث التخرج، بالعكس ده انت كمان هتبقى متخرج ومعاك خبره في مجالك. والحقيقه ان انا متفق معاك جدا، وده في الخطه فعليا وهعمل كده ان شاء الله. بس في الحقيقه ان الشغل ليه فوائد اكتر بكتير، وحاجات انا اتعلمتها لغايه دلوقتي حتى لو الشغل ملوش علاقه بالمجال. فوائد ممكن تخليك مميز في شغلك حتى لو خبرتك مش تقيله. كونك بس اتحطيت في وسط البيئة والمجتمع ده ووسط النظام ده، فانت حرفيا كل يوم بتتعلم اكتر من اليوم اللي قبله. بتتعلم تتعامل مع الناس، وبتتعلم تتعلم حرفيا، وبتتعلم حاجات يعني انا حرفيا لو حكيتها لك مش هتقدر تستوعبها الا لما تجرب، الا وتتحط في الكلام. كل اللي هقوله هتشوفه كأنه كلام
ولا شيء، بس لما تتحط في المكان نفسه وتجرب ساعتها كل الاختلاف بيبان. بتتعرف على ناس عندها مهارات مختلفة وفي أماكن مختلفة، وبتكون معارف وانت أصلا في عمر صغير، ومع المعارف بتيجي الفرص الأكبر. بشكل عام كونك بقيت وسط المجتمع ده وتعلمت تتعامل وتعلمت تفكر صح بشكل مختلف، فهنا بيبدأ يتشكل عندك أصلا أسلوب جديد للمهارات اللي انت محتاج تتعلمها، وايه هي الحاجات اللي ناقصاك والحاجات اللي انت فعلا محتاج تتعلمها، وتتعلم تتعامل مع الناس وحرفيا تخلق فرص شغل لنفسك. بشكل عام بصراحة من وجهة نظري أنا شايف إن الشغل في المرحلة دي حرفيا بيوازي أهمية الجامعة. في الحقيقة إن أنا استفدت كتير جدا جدا في الفترة دي من الشغل، وعرفت ناس كبيرة ومعارف جميلة وناس فعلا جميلة. وأكيد بقى إن شاء الله في الجزء الباقي من حياتي الجامعية هركز أكتر على إن أنا أشتغل أكتر على مهاراتي والشغل الفعلي اللي أنا عايز أكون أشتغله بعد كده. اشوف بقى هاخد كورسات مثلا، او هزود خبرتي اكتر واتعلم اكتر، واحاول انزل انترنشيب او حاجه، او اشتغل لو ربنا وفقني واشتغلت بحاجه ليها علاقه بالكليه فعلا في الفتره دي. ولو انت حتى متابعنا على انستجرام اكيد عارف ان انا بتعلم فلاتر في الفتره دي، ويعني الحمد لله خلصت تلت الكورس اللي انا شغال فيه وبنيت كذا ابلكيشن، فانا شغال في ده يعني. فان شاء الله اللي عدى من حياتي لغايه دلوقتي دي فتره كانت كبيره جدا وشكلت جزء كبير مني. انا متاكد جدا جدا ان انا ما كنتش نفس الشخص قبلها، واتعلمت مهارات كتير متاكد ان انا عمري ما كنت هتعلمها لو ما كنتش نزلت. فان شاء الله اللي جاي دي مرحله تانية خالص واتعلم فيها حاجات اكتر. ولو انت بتفكر لسه في اذا كنت عايز تشتغل جنب الكليه او لا، فصدقني ده مش اوبشن، انت محتاج تشتغل جنب الكليه عشان دي حاجات انت ما ينفعش ما تتعلمهاش. طب جميل اكيد عايزين نشتغل جنب الكليه، وكله عايز يشتغل جنب الكليه وعايز تعمل فلوس وتبدا تصرف على نفسك وكل ده. طب ازاي بقى هتلاقي شغل؟ انا سالت نفسي السؤال ده بصراحه، ويعني سالت نفسي انا هشتغل ايه اصلا وانا عايز ايه وهعمل ايه، وسالت نفسي حاجات كتير جدا، ويعني بحاول اوصل لاجابات كذا حاجه ولسه تايه طبعا، بس انا اتعلمت حاجات لغايه دلوقتي فبحاول اشاركها. فمن وجهه نظري هقول لك ازاي ممكن تلاقي شغل في الفتره دي او في بدايه حياتك الجامعيه، او ازاي تنزل شغل عموما. والحقيقه هي انك تلاقي شغل في بدايه فتره الجامعه مش حاجه صعبه قوي، او انا دلوقتي شايفها حاجه مش صعبه قوي، لكن الحقيقه وقتها انا كنت شايفها حاجه صعبه جدا، واللي هو انا المفروض اعمل ايه او ازاي هعمل كده، وشايف ان انا اصلا يعني ما كنتش هشتغل في الفتره دي او ما كانش عندي توقعات اصلا. بس دلوقتي بما اني اتحطيت في الموقف وعديته واتعلمت كذا حاجه، فخليني اقول لك ازاي ممكن تشوفها سهله زيي، وان شاء الله تلاقي شغل انت كمان. عايزك تفكر معايا كده، هو الشغل اصلا عباره عن ايه؟ 2، انت بتقدم خدمه لشخص عايز الخدمه دي فبيديك مكانها مقابل مادي. حلو جميل، انت كده تقريبا قلت كل حاجه انت محتاج تعرفها. عشان تشتغل في الاول انت محتاج يكون عندك الخدمه دي، بتعرف تعمل الخدمه دي، عندك مهاره، عندك حاجه كده انت عندك معرفه بيها اكتر من معظم الناس التانية، لدرجه انك تقدر تسميها مهاره، حاجه انت بتعرف تقدمها وتعرف تبيعها من الاخر. ساعتها كده انت خلصت من اول جزء، وده تقريبا الجزء الصعب اللي هو بياخد وقت منك، سواء في تفكير انت ايه هي الحاجه اللي انت ممكن تقدمها، او بعدها ازاي ممكن تتعلم الحاجه دي، وهتاخد خبره ازاي، وهتعمل كل ده ازاي. ده الجزء الصعب، وهو انك تحدد في البدايه المجال وازاي هتتعلم وتتعلم. كده انت خلصت تقريبا 3/4 الموضوع. والحقيقه ان ده مش موضوعنا، وفي نفس الوقت انا ما عنديش خبره كفايه فيه او ما اعرفش، فمش عارف اقول لك ازاي تختار المجال اللي انت ممكن تشتغل فيه ده. فبعد ما اتعلمت وخلاص بقى عندك المهاره اللي انت قادر تقدمها، دلوقتي بقى بنيجي للحته اللي انت شايفها صعبه، وهي انك تلاقي شغل او تدور على شغل. عايزك تبص لها كده، حط في دماغك ان زي ما انت محتاج شغل ومحتاج الشغل جدا وعايز تشتغل، في برضه شخص تاني عنده الشغل ومحتاج حد تاني يشتغل له الشغل ده اكتر بكتير مما انت محتاج شغل لنفسك. فحرفيا زي ما انت محتاج الشغل، في شغل موجود ومحتاجك. فحرفيا كل اللي انت محتاج تعمله هو انك ترجع لاول كام جمله اتقالوا في الفيديو. المقوله بتاعت الامام الشافعي اللي بتتكلم عن الحركه، انك تتحرك، مش تفضل ثابت مكانك او مستني الشغل يجي لغايه عندك بعد ما انت ما خلاص اتعلمت. عشان انك تتعلم ده نص الشغل، النص التاني بقى هو انك تدور. كل اللي محتاج تعمله بس هو ان تتحرك من غير ما تمل، حرفيا بس كده. ايا يكن هتتحرك فين، سواء مثلا بتقدم في وظائف على لينكد ان، او ناوي تشتغل كفريلانسر فبتدور على موقع العمل الحر وازاي تقدم وازاي تبني السي في وازاي تعمل بورتفوليو، ودخلت في الموضوع ده كله وازاي بقى طبعا تاخد اول شغل وحوارات الفريلانسنج، او ايا يكن بتدور مثلا اوفلاين بتنزل تلف. المهم مش مهم انت بتدور فين، الاهم من كل ده هو انك تتحرك.
وساعتها الشغل حرفيا هيجي لغايه عندك، انت بس محتاج تتحرك، او على الاقل ده اللي انا اتعلمته من تجربتي. الحقيقه ان من البدايه عمري ما كنت حابب فكره ان اشتغل عند حد او اشتغل مع حد او حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، وكنت باصص بصه سوداويه قوي على فكره ان انا اكون بشتغل مع حد او عند حد. ومن بدري جدا وانا عندي الفكره دي، ومن ساعتها الحقيقه وانا بحاول ان انا اعمل كل حاجه عشان اقدر اشتغل مع نفسي. فكنت بتعلم كتير، ومن بدري جدا بدات ان انا اتعلم حاجه زي الديزايننج والفيديو اديتنج وكل الكلام ده عشان اكون قادر اشتغل مع نفسي. بس الحقيقه ان نظرتي طبعا اتغيرت شويه، ولما اشتغلت عرفت ان في جزء من تفكيري او وجهه نظر الموضوع ده كانت غلط. عرفت ان عمرك ما هتعرف تشتغل لوحدك من غير ما تنزل على ارض الواقع وتشوف ناس وتتعرف على ناس عندها فعليا خبره سنين اكتر منك، وفي حاجات كتير جدا هتتعلمها زي ما كنا بنتكلم فوق. بس الحقيقه فكره ان اسيب الشغل في الفتره دي هي اولا بسبب خلاف حصل، والتاني هو بسبب وجهة نظر اختلفت واتغيرت عندي. بقيت شايف ان لو عملت نفس المجهود اللي انا بعمله في الشغل ده لو عملته في الشغل بتاعي او في الشركة بتاعتنا، ساعتها في احتمالات اكبر بكتير ان اقدر اطلع لمستوى تاني او اقدر اكبر. الاحتمالات ان انا اكبر بشكل عام حرفيا كبيرة جدا. فبقيت شايف ان انا احط الشغل ده في المكان ده ممكن يبقى يعني خليني اكبر اسرع او اكون اكبر بكتير من لما احطه في المكان التاني. فبقيت شايف ان احتمال تكون مصلحتي اكبر لما اركز اكتر في الشغل بتاعي والشركه بتاعتنا لابك.com. وان شاء الله ده اللي هعمله في الفتره الجايه، واحاول اشارك كل اللي اقدر عليه والمكان ده وهو بيكبر والمجهود اللي هو بيتحط فيه كل ده، وان شاء الله نتعلم مع بعض واحنا بنكبر المكان ده مع بعض، وهشارك اللي اقدر عليه. فلو مهتم خليك متابع. وبشكل عام السبب الاساسي الحقيقه ان انا سبت الشغل هو شايف ان في فرصه اكبر، في فرصه يعني اكتر بكتير ان انا اكبر واكون احسن من دلوقتي. فقلت اخد الريسك، ويا اما نكبر ان شاء الله يا اما نقع على الارض. فخلينا ادينا بنتعلم مع بعض، وان شاء الله اللي جاي تكون حاجات نتعلم منها اكتر بكتير مع بعض. وبس كده، دي كانت تجربتي لغايه دلوقتي، وبس اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.